لو أنا موظف بنك. هتتابع تقارير البنك المركزي وتفضل تشوف بقى العملة طالعة ولا نازلة وقيمة الفايدة، وهتاخد قرار بصعوبة. طب لو أنا بزنس أونر وبشتري عقار بقى. هتشتري عقار بأقل مقدم وأطول فترة سداد، وأكيد هتدور على أفضل الفرص اللي موجودة في السوق. طب لو أنا دكتور وبشتري عقار. لو انت دكتور هيبقى ليك حسابات دقيقة ومحتاج انك انت تدخل انبوتس كتير قوي علشان تعرف تطلع الاوتبوت اللي يخليك تعرف تاخد القرار، فهتطول قوي في قرارك. طب لو أنا مهندس. هتاخد قرار منطقي بناء على حسابات منطقية وبناء على الكواليتي طبعا، فقرارك هيبقى منطقي بنسبة 100% فهيبقى سريع. طب لو أنا شغال في الأي تي. لا، هتاخد قرارك بقى بناء على الترندنج بقى والحاجات اللي فيها تكنولوجيا عالية. طب لو أنا شغال في شركة مالتي ناشونال. هتبقى عايز تبقى زي بقية كل اللي حواليك وتدور على أفضل كوميونيتي. طب لو أنا مصري شغال بره. هتبقى عملي جدا، هتبقى عايز تاخد عقار يجيب لك دخل علشان تقدر في يوم من الأيام ترجع مصر وتحقق نفس الدخل اللي بتحققه بره. طب لو أنا فريلانسر دخل متغير. دايما بنصح النوع ده من الوظائف إنه يبتدي يحسب العائد بتاعه على مدار 5 سنين فاتوا وياخد المتوسط، وهو ده يبقى القسط بتاعه. أنا اتعاملت مع كل الوظائف دي من زمان واتعاملت مع ناس بره مصر كتير، هقدر أعرف احتياجاتك وأرشح لك فعلا الحاجة اللي تناسبك.